بعد تصريحات رئيس نادي السيلية القطري خلاص علي علوان بيقرب من النادي الأهلي، والنادي الأهلي قدم عرض رسمي للراجل ده. تعال أقول لك كده ونتفرج على كام هدف ليه ونعرف نقاط قوة ونقاط ضعف وكمان أرقام. يلا بينا. وده أول هدف معانا في الفيديو لعلي علوان أيام القرمة. العراقي قدر يستلم الكورة بانفراد كده من على دايرة السنتر، وقدر يكمل بسرعته ومهارته، وقدر يلم حارس المرمى كمان بمهارة عالية، ويفنش على طول برجله الشمال اللي بيستخدمها مش زي زيزو مش موجودة. الهدف التاني معانا بتشيرت الأردن بعد أسيست جميل من يزن النعيمات اللي كان نفسه يجي الأهلي وكان خلصان للأهلي بالفعل، ولكن الله يلعن إصابة الرباط الصليبي. وقدر هنا علي علوان على طول يستلم العرضية من لمسة واحدة ببطن رجله في المرمى بمنتهى السهولة. الهدف التالت معانا برضو هدف جميل جدا لعلي علوان اللي بيستلم وبيستنى الجناح او الباك اليمين يطلع له وبيبص له هنا، ولكن للاسف محدش طلع له، فراح بصل كوره لنفسه، ايوه زي ما انت سمعت كده، وراح حط تسديده صعبه من زاويه صعبه جدا، ولكن راحت في سقف الشبكه لحارس المرمى، لا تصد ولا ترد. ودي من الاهداف الجميله لعلي علوان. واسيست جديد من يزن النعيمات بنفس الطريقه بوش رجله الخارجي، وعلي علوان هنا ما بيفوتش على طول برجله الشمال من مره واحده ببطن رجله في البعيده، لا تصد ولا ترد، وهدف على طريقه الكبار. دي كوره حلوه قوي لعلي علوان بتبين قد ايه الراجل ده عنده مهارات وكمان عنده قوه بدنيه مذهله. قدر يحافظ على كورته من الاول ويرقصه ترقيصه جميله، وكمان يحافظ على كورته هنا بالقوه البدنيه، وبعد كده الراجل رجع له تاني وراح ملبسه كوبري تاني، والكوره دي كانت قدام دفاع الارجنتين في كاس العالم. في علوان كمان من المهاجمين اللي بيقدروا يلعبوا بدماغهم، زي الهدف اللي قدامك دوت، بعد ما طلع حط الكوره بجامب جميل جدا في الزاويه البعيده، عملت بند وخدعت حارس المرمى وراحت على شماله. علي علوان صاحب 26 عام قدر مع منتخب الأردن يسجل 28 هدف في خلال 62 ماتش، وكمان قدر مع فريقه العراقي يسجل 11 هدف وخمس تمريرات حاسمة، ومن ساعة ما راح السيلية القطري مسجل هدفين بس. علي علوان أهم ما يميزه إنه بيقدر يديك كذا خيار تكتيكي في الملعب، يقدر يلعب مهاجم، يقدر يلعب مهاجم تاني، يقدر يلعب جناح، بس هل ده اللي الاهلي عايزه؟ هو ده اللي الاهلي محتاجه. هو راجل بيلعب بدماغه، راجل سريع، راجل مهاري، راجل بيعرف يجيب اهداف وبيلعب برجليه الاتنين. ولكن من وجهة نظري لو الاهلي خلص علي علوان هيبقى محتاج معاه مهاجم تاني قوي في ال 18، مهاجم ما بيطلعش من ال 18. ما ينفعش يبقى علي علوان لوحده في النادي الاهلي. يلا نرجع نكمل بقية اهداف علي علوان ونتكلم عليه اكتر باستفاضة. يلا بينا. وده هدف جديد لعلي علوان وفيه تحرك مميز جدا جدا جدا. تعال اتفرج معايا هو استلم الكرة هنا ازاي على حدود ال 18 واخدها واتحرك في المساحة، رغم انه كان مضغوط عليه بقوة من المدافع. والاهم والاميز هنا التسديدة اللي من زاوية صعبة جدا جدا جدا، ولكن خدعت حارس المرمى بسبب قوة. الهدف ده من بدايته كان تحرك من علي علوان اللي لعب الكرة للمهاجم اللي معاه وقدر يكمل معاه ويحط طبعا كرة سهلة والشباك فاضية. بدك بقى تستمتع بالهدف ده لانه احلى هدف لعلي علوان معايا في الفيديو، بعد جامب ولا اروع ولا اجمل من كده وسط كام واحد من لعيبه المغرب. ادي 1 2 3 4 5 6 وحارس المرمى 7، طلع وسط ده كله بجامب ولا اروع ولا اجمل من كده وحط الكوره بدماغه. تدرس تدرس تدرس. هدفه الجميل في مرمى النمسا في كاس العالم كوره ار2 زي ما الكتاب بيقول، وحته كده لازم يتفرج عليها عمنا تريزيجيه، حاطط الكوره بشكل جميل جدا في الزاويه البعيده، بليسنج ولا اروع ولا اجمل من كده من علي علوان. طبعا ده غير تميز علي علوان في ضربات الجزاء، هو رقم واحد تقريبا بعد ياسر نعيمات بيسددها بشكل مميز جدا، ولكن احنا عندنا زيزو فمش محتاجين حد لضربات الجزاء يا عم علوان. لو عجبك الفيديو متنساش تعمل لايك وشير ومتابعه، وكمان تقول لي رايك في الكومنتات. ايه رايك في علي علوان؟ هتبقى صفقه مربوحه ولا لا؟ والاهلي محتاج حد تاني معاه ولا لا؟ ولا اصلا الاهلي يصرف النظر عنه؟ مستني رايك في الكومنتات. وبس كده، سلام.